الهدف من حرب إيران هو السيطرة على إيران تحديدا، لأن إيران بتعمل حاجتين. الحاجة الأولى طبعا إن هي بتدعم حركات المقاومة، وإن هي يعني ليست في حالة ود وسلام دافئ كباقي دول المنطقة مع الكيان الصهيوني. وإيران شئنا أم أبينا نحب إيران نكره إيران، نحب الشيعة نكره الشيعة، ولكن في مشروع إسرائيل الكبرى كل دول المنطقة تمام معاه وحطوا ايديهم على البلوره وتمام التمام. ايران بتقول لا، هي وكل المقاومه اللي بتدعمها ايران. لا دي تمثيليه، لا دي مسرحيه، خلاص حضرتك خليك في المسرحيه بتاعتك وخليك في التمثيليه بتاعتك، انت حر. تمام، يبقى الحرب دي فوتوشوب، يبقى الناس اللي اتقتلت دي ده احنا كده بنمثل، والناس دي هتطلع بعد شويه تقول لنا هي احنا ما متناش، براحتنا مفيش مشكله خالص. سيبنا بس من النظريات السطحيه دي ومن الشخصيات السطحيه ومن التحليلات السطحيه. زي واحد اوعى تفكر ان امريكا هتحارب اسرائيل، ايران هتحارب امريكا، وامريكا هتحارب واسرائيل، والدنيا ايه زي ما انت شايف. الحاجه الثانيه اصفهان. اصفهان دي هي اهم منطقه تهم الولايات المتحده وتهم اسرائيل وتهم المنظومه الماسونيه بشكل عام. اصفهان دي هي اللي هيطلع منها المنتظر اللي هو المسيح الدجال بالنسبه لنا، بالنسبه لهم هو المخلص. ده اللي هيعيشه بعد ما يظهر 1000 سنة في سعادة. ده اللي مفروض في العقيدة الصهيونية، وفق العقيدة الصهيونية اللي بيؤمن بيها حكام أمريكا على مدار التاريخ وبيؤمن بيها الصهاينة، فكرة المخلص ده بالنسبة لهم هيطلع هيقضي على كل من يخالف الماسونيين دول أو الصهاينة، ويعيشوا بعدها ألفية سعيدة، 1000 سنة سعيدة. هكذا هو المعتقد، لذلك هو مخلص بالنسبة لهم. بالنسبة لنا احنا عارفين ان هو دجال. تمام، هو بيسموها المشيح اللي هو المسيح، يعني المسيح المخلص، واحنا بالنسبة لنا هو المسيح الدجال، ليس المسيح ابن مريم طبعا، بالعكس ده احنا كمسلمين بننتظر المسيح ابن مريم. العالم بين فريقين، فريق المسيح عيسى ابن مريم اللي هيأتي في آخر الزمان، وفريق المسيح الدجال اللي بيسموه المخلص. في فريق ثالث، ممكن يقول لك ما فيش حاجه اسمها مسيح دجال، وما فيش حاجه اسمها ان سيدنا عيسى هينزل وسيدنا عيسى توفى فلما توفيتني، ودي اشكاليه جدليه هنتكلم فيها طبعا، وفي مناظرات هنعملها فيها قريب جدا جدا جدا، ولكن انا بتكلم على المعتقد الراسخ لدى ناس كتير جدا، عايز اقول اغلب المسلمين. اما الفريق الثاني هو فريق المسيح الدجال. لذلك اصفهان هي بؤرة هذا الصراع.